بتبتدي قصتنا ببطلنا اللي واقع على الأرض ومتصاب بجروح، وبيقول إن حياته المفروض كانت هتنتهي عند السن ال17، وبيظهر قصاده وحش عملاق جدا ومرعب، وبيكمل بطلنا وبيقول لنا إنه المفروض إن الوحش اللي كان هيقتله ده اتخلق بكود برمجي وخلص عليه بضربة واحدة، وهو ده اللي كان فاهمه ساعتها. وبنرجع بالزمن 3 شهور لورا ومكان مليان بالحمم البركانية، وبنشوف تنين عملاق واتنين من المقاتلين بيحاربوه، ومنهم واحد بينادي على صديقه نواكي وبيطلب منه التماسك. ناوكي بيبقى مستعد لضربة التنين، لكن ضربة التنين بتبقى قوية جدا وبترميه بعيد عن الأرض، وده بيتسبب في نزيف لبطلنا ونقاط الصحة بتاعته بتقل مرة واحدة. بعد كده بنشوف ان نظامه بيفعل قدرة التحمل الخارق لناوكي وبيقول له ان عدد مرات التفعيل 46، وناوكي بيقول لصديقه انه دايما بيعرضه للتوتر ده علشان يشغل الهدف بتاعه. فصديقه بيحييه واخيرا بيلاقي ثغرة يضرب فيها الوحش، وبكده بيسدد ضربة قوية للوحش وبيقضي عليه. صديق ناوكي بيبقى سعيد بوصوله للمستوى ال20 بعد ما وفر شروط تغيير الوظيفة، فبيشكر صديقه ناوكي، وبنعرف ان المقاتل ده اسمه الملك البطل، ووظيفته دلوقتي هي محارب من المستوى 20. نواكي بيقول لهيروكا الملك المقاتل إن اللي بيعمله ده استغلال لأخوه، وحتى لو كانوا في مجرد لعبة فالوصول لنقطة واحدة من نقاط الحياة هيكون مخيف جدا. وبنعرف إن بطلنا نواكي وظيفته دبابة من المستوى الثالث. نواكي بيقول لأخوه إنه مش هيلعب تاني أكتر من كده، وهيروكا بيتضايق وبيطلب منه إنه يلعب معاه شوية كمان، بس ناوكي بيفهمه إن عنده شغل دلوقتي. ولما بيلاقي هيروكا زعلان بيقول له إن في المقابل هيفضل معاه طول اليوم بكرة، وبيأكد عليه إنه هياخد منه مكافأة بعد ما ساعده في رفع مستواه وخلاه الأول في اللعبة دي. هيروكا بيبتسم وبيقول لأخوه لما ده يحصل هيقدروا يرفعوا مستواه هو كمان، والأخين هيسيطروا على المركز الأول والتاني. بعدها بنشوف ولد في المستشفى ونضارة الألعاب على عينه، وجنبه باباه ومامته اللي بيسمعوا الأخبار على التلفزيون. الأخبار دي عن الحادث اللي حصل في اللعبة المشهورة جينيسيس كورونيل، وأثرت على شباب في بلاد مختلفة زي طوكيو وباريس. وبنعرف إنه عدى حوالي شهر من ساعة ما الحادث ده حصل، وبنشوف عدد كبير من المصابين في المستشفى جوهانسبرغ. وبنشوف المذيع وهو بيسأل واحد على التلفزيون عن الأسباب والحلول اللي ممكن يقدموها لحل المشكلة دي. الضيف رأيه إن الحادث ده هو عمل إرهابي اللي نفذه هم المطورين اللي عاوزين يحتجزوا اللاعبين كرهينة، بالذات إنه بعد الحادث تسجيل الخروج من اللعبة بيبقى مستحيل، ولما اللاعبين بيواجهوا أي ضرر جوه اللعبة بيحسوا بألم حقيقي في جسمهم، ولو نقاط الحياة وصلت للصفر واللاعب خسر هيموت في الحياة الواقعية كمان، وده بيحصل من خلال نظارات الواقع الافتراضي. وكمان ان في اشخاص ماتوا وهما بيحاولوا يشيلوا النضارات دي بالقوة. بنشوف بعد كده ناوكي وهو واقف على باب غرفة في المستشفى وحاسس بالندم، وشايف ان اللي حصل ده كان غلطته هو، وبيفتكر في عيد ميلاد هيروكا لما اشترى له اللعبة دي. وبنرجع من تاني لضيف الحلقة في التلفزيون المستشار القانوني لجينيسيس كورونيل، وهو بيعرف الناس انهم لسه ما قدروش يوصلوا لاي حلول، وبيطلب من جمهور اللعبة اللي بيتفرجوا على البرنامج انه مهما حصل ما يسجلوش الدخول ابدا للعبة. بس بالرغم من كده نواكي كان عاوز يدخل اللعبة بعد اللي حصل لأخوه، مع انه عارف انه احتمال كبير يموت، بس بيبقى عارف ان اخوه بيقاتل هناك لوحده، وبيقول لنا انه بيبان قوي في اللعبة بس في النهاية هو عنده 12 سنة، ولو سابه لوحده يموت مش هيقدر يسامح نفسه ابدا. علشان كده نواكي بياخد القرار وبيلبس النضارة الخاصة باللعبة علشان ينقذ اخوه. وبنرجع تاني للعبة في الوقت الحاضر وبنسمع صوت حد في الغابة وهو بيجري بسرعة، وبنشوف اتنين من اللاعبين وهما بيهربوا. الولد اللي بيجري بيتكعبل في صخرة وبيقع على الأرض، ولما بنشوف جسده في الواقع في المستشفى بنلاقي انه بيتحرك وكأنه بيقع فعلا. الولد في اللحظة دي بيدرك انه خلاص هيموت وبيقول انا مش عايز اموت. وفجأة بنشوف حاجة بتخترق دماغه، والحاجة دي هي لسان الكلب الشيطاني، اللي بعدها بيسحب لسانه من دماغ اللاعب وبيقع اللاعب على الأرض بعدها ميت. أما البنت اللي كانت معاه بتشوف المنظر وبتتصدم لأنها عارفة إنه كده خلاص مات. حتى في الحقيقة البنت بتبص على الكلاب وبيهاجموها وما بتكونش قادرة على الحركة من كتر الخوف والصدمة. وهنا بنشوف شخص بيجري عليها وبيحاول يلحقها، والشخص ده هو ناوكي اللي بيضرب الوحش الشيطاني ده بكل قوة وبيبعده عن البنت، وبعدها بيبعد البنت عنهم وبيفعل قدرة التحمل الخارق لأن نقاط الصحة عنده بتبقى وصلت لواحد بس. نواكي بيطمن على البنت وبيسألها لو بخير، فالبنت بتشكره وبتسأله عن نقاط حياته، فبيرد بيقولها انه بخير بسبب المهارة دي، مهارة التحمل الخارق. بنعرف من نواكي ان المهارة دي بتسيب اللاعب عند نقطة حياة واحدة بس،
وحتى بعد تعرضه للضرب المميت بنعرف ناوكي انه قبل كده الموضوع كان بيبقى مخيف بس ما بيحسش بألم. بنشوف ناوكي وهو بياخد الدواء للتعافي وبيبقى شايف انه في اللعبة دي كل ما يحس بألم حقيقي كل ما الضرر هيبقى مميت، وده شيء قاسي جدا. وبنشوف نقاط الصحة بتاعته وهي بتزيد وبنعرف منه انه عمل الحساب ده في الأصل علشان يبقى مع هيروكا، بس ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيساعده علشان يرفع مستواه طول الوقت، وده خلاه مش قادر انه يهزم الوحوش اللي من مستواه القليل. حتى ناوكي بيقول انه في النهاية ما رفعش مستواه الشخصي بشكل صحيح، لكنه كان محظوظ لإنقاذ البنت، بس عارف انه مش هيقدر يحميها بالذات بقدراته دلوقتي. علشان كده بيقول لها انه هيستكشف المكان اللي هم فيه، واول ما يلاحظ ان الوحوش دي مش واخدة حذرها كويس هيهربوا لأول قرية في طريقهم. وبالفعل ناوكي بيفضل يراقب الوحوش وفجأة بيلاقي وحش تاني عملاق جاي عليهم، فبيتصدم بالذات انه عارف الوحش ده واللي اسمه جاك ريكس. ناوكي بيبقى مرعوب لان الوحش ده لو لاحظ وجودهم هيبقى اخطر من الوحوش اللي كانوا بيطاردوهم. ناوكي بيقول للبنت اللي معاه تهرب بسرعة، والوحش بيفضل مطاردهم وبيحاول يمسكهم. هجمات الوحش العادية بتبقى عنيفة جدا لدرجة ان ناوكي بيشبهها بالكوارث الطبيعية، وبالفعل الوحش بيشيل صخرة كبيرة من على الارض وبيرميها في طريق ناوكي والبنت اللي معاه، والطريق اللي بيحاولوا يهربوا منه بيتسد. ناوكي ما بيلاقيش مخرج والوحش محاصرهم من كل مكان، والوحش على وشك القضاء عليهم بضربة واحدة بس من ديله، وبعد ما بيضربهم بنتفاجئ انهم لسه عايشين، وده لان ناوكي تصدى للضربة بنفسه عشان ينقذ البنت. نقاط الحياة لناوكي بتنزل من تاني، والنظام بينبهه ان قدرة التحمل الخارق تم تفعيلها لحد 10,000 مرة. وناوكي شايف انه بغض النظر عن عدد المرات اللي بيستخدم فيها مهارة التحمل الخارق الا انه مش عارف يهرب من الوحش برضه، وبيشوف ان دي خلاص نهايته، وبدل ما كان هينقذ هيروكا خلاص هيموت قبل ما يلاقيه. ناوكي بيفقد اعصابه وبيستجمع كل قوته علشان يهاجم الوحش ويضربه، وهنا النظام بيهنيه على تفعيل قدرة تحمل خارق ل10,000 مرة، وبيعرفه انه كده وفر الشروط الاساسية لفتح المهارة السرية، واللي بنعرف ان اسمها هي روح اليأس. بمجرد ما لكمة ناوكي بتصيب الوحش بيتحول لأشلاء وبيتدمر، ومن الصدمة ناوكي بيفضل واقف في مكانه مش عارف يتحرك، والبنت كمان بتبقى مصدومة. وبنشوف الحفرة الكبيرة اتعملت في الأرض بسبب هجوم ناوكي على الوحش. ناوكي بيبص على ايده وما بيبقاش عارف ايه الطاقة اللي خرجت منها دي. حتى البنت اللي معاه ما بتبقاش مصدقة نفسها وبتفكر انه كان كل ده بيحاول يفعل المهارة المدهشة اللي عنده، بس ناوكي بيقول لها انه هو كمان مستغرب وانه اتفاجئ بظهور شاشة غريبة، فبيروح على النظام وبيفتح الشاشة بسرعة علشان يشوف ايه اللي حصل، وبيكتشف ساعتها ان دي مهارة اسمها مهارة اليأس، ولما نقاط الصحة بتاعته بتوصل ل1 المهارة بتتفعل لوحدها وبتزود من قوة الهجوم بتاعه ل 9999 مرة لمدة 3 دقايق بس، وبعدها قوة الهجوم بترجع من تاني لطبيعتها. بس بعد تفعيل روح اليأس التعافي بيبقى مستحيل وقتها. ناوكي بيتفاجئ لما بيشوف الرسالة دي من النظام، بالذات لما بيعرف ان القوة الهجومية في حالة روح اليأس بتبقى عند الحد الأقصى ليها، والبنت بتقوله انها مش مصدقة ان فئة الدبابة عندهم مهارة مخفية زي دي. وناوكي بيقول ان السبب ممكن يكون تحمله الخارق لحماية اللاعبين، وده تسبب في ان مهارة مخفية جديدة تتفتح له، وبيبص لإيده وبيكون عنده أمل إنه ينقذ هاروكا بالمهارة دي. بنشوف بعد كده وحوش الكلاب الشريرة وهي بتطاردهم، وناوكي بيقف في وش الوحوش اللي البنت بتتفزع أول ما بتشوفهم، بس ناوكي بيطمنها لأنه بالمهارة دي مش مهم هيجي كام واحد منهم، لأنه بمجرد ما يوجه الهجوم بتاعه هيختفوا. لكن للأسف اللي بيختفي في اللحظة دي هي قوته، فبياخد البنت اللي معاه وبيطلعوا يجروا بسرعة. البنت بتسأل ناوكي ليه المهارة ما اتفعلتش، فبيرد وبيقول لها مش عارف، ولما بيقرأ الرسالة اللي موجودة على الشاشة مرة تانية بيفهم ان نقاط الصحة لما بتوصل لنقطة واحدة وقتها بس المهارة بتتفعل لحد زمن معين وهو 3 دقايق. ده غير ان في تأثير سلبي وقتها بيمنع التعافي، مش هيقدر يتعافى لمدة 30 دقيقة، ونقاط الصحة بتاعته عند 1 بس. اما البنت ما بتبقاش عارفة تعمل ايه، ولما سداد خرجت من الموقف اللي هي فيه وناوكي انقذها، ففجأة بتسيب ناوكي يقع على الأرض وبتجري بعيد عنه، ولما بيسألها هي بتعمل ايه بيلاقيها بتاكل العشب الأخضر اللي في طريقهم. وناوكي بيزعق لها وبيقول لها ده مش وقت المناسب للهبل ده، وبنلاحظ ان نقاط البنت بتبدأ تزيد، وبعدها بتلمس ناوكي وبتستخدم حاجة اسمها مهارة التمويه. في اللحظة دي بيخرج منها هي وناوكي نسختين تانيين بيقفوا قصاد وحوش القهار وبيتشتت انتباههم، وبالفعل خطتها بتنجح ووحوش القهار بتطلع تجري ورا النسختين بتوعهم، واخيرا بيكون عندهم الفرصه للهروب لاول قريه هيقابلوها. بعد ما ناوكي والبنت بيوصلوا القريه البنت بتقول له خلينا نتعرف على بعض من الاول، بتعرف نفسها باسم ايزا
ساحرة من المستوى ال 13. ناوكي كمان بيعرفها بنفسه وبيقول لها إنه تشرف جدا بمعرفتها. أيزا بتشكر ناوكي على مساعدته ليها قبل كده، بس ناوكي بيبقى شايف إن هي اللي أنقذته أساسا، وبسألها لو العنصر ده كان السبب في استعادة نقاط السحر، فبتقوله أيوة، وبتسأله لو ما كانش عارف حاجة زي دي. فناوكي بيعرفها إن هو مجرد مبتدئ. أيزا بتفرح جدا لما بتعرف إنهم الاتنين مبتدئين لسه، وبتقوله كويس إنهم خرجوا عايشين من الغابة. ولما بتفتكر اللي حصل في الوقت ده بتنهار في البكاء لأنها كانت خايفة جدا. ناوكي بيحس بيها لأنه مر بنفس الخوف ده كذا مرة، فبيبقى متفهم إحساسها كويس، وبيبص لإيدها اللي بترتعش لحد دلوقتي بعد ما كان خلاص على وشك الموت، وفي مكان من المفترض إنه مجرد لعبة فيديو والمعروفة باسم جينيسيس كرونيل. اللعبة دي كانت معروفة بالحرية ونظرتها للعالم من خلال سحرها الخاص، وكان بيشارك فيها لاعبين كتير وليها شعبية كبيرة، لدرجة إن اللي شارك فيها حوالي 300 مليون لاعب من حوالين العالم. لكن في يوم من الأيام عالم اللعبة اتغير فجأة. الوحوش الشرسة ظهرت في اللعبة وبدت إنها تاخد أرواح اللاعبين واحد ورا التاني، وبدل ما اللعبة كان ليها شعبية كبيرة بقت أسوأ سلاح قاتل. نواكي بيفكر في إنه من هنا ورايح روح اليأس هتكون مهارة مهمة لهزيمة الوحوش الشرسة، وعلى حسب ما هو فاكر من النظام هي مش هتتفعل إلا لما نقاط الصحة توصل لواحد. لكن لو التوقيت اللي بيستخدم فيه مهارته الجديدة مش مناسب ساعتها ممكن يموت على الفاضي، عشان كده لازم ياخد باله كويس هو هيستخدمها امتى. ايزا بتقول لنواكي ان المهارة دي كانت فعلا مدهشة، وبضربة واحدة بس خلته يوقع جاك ريكس من الرتبة ايه، ده غير انه اقل مستوى اي حد محتاجه علشان يهزم الوحش ده اكتر من 30. وبتقوله انه كان قوي جدا لدرجة انها اتفاجئت بيه زي ما اتفاجئت بملك الابطال. وهنا كانت الصدمة لناوكي لما سمع لقب اخوه، فبيمسك ايزا فجأة وما بيكونش مصدق اللي سمعه، وبيسألها لو عارفة حاجة عن اخوه هيروكا. ايزا بتستغرب من الاسم وبتسأله لو يقصد ملك الابطال، وبتعرفه انه مشهور جدا، بس اول ما اللعبة اتغيرت كانت وقتها لسه مبتدئة، وساعتها ملك الابطال ساعدها زي ما ناوكي هو كمان ساعدها. فناوكي بيسألها لو في أي طريقة للتواصل مع ملك الأبطال، فبتفتح شاشة النظام وبتقول له أيوة، وبتعرفه إنهم كانوا مسجلين بعض كأصدقاء، وطلب منها الاتصال بيه لو تعرضت لأي خطر، بس لحد دلوقتي ما اتصلتش بيه لأنها مش بخير أبدا. ناوكي بيفهم إنه لما كان بيلعب مع هيروكا وقتها مستواه كان قليل جدا وما كانش عنده القدرة على فتح خاصية الأصدقاء. ناوكي بيسأل أيزا لو هتقدر تبعت رسالة دلوقتي لهيروكي، فبتقوله اكيد، وبتساله هو عايز يبعت ايه، فبيرد ويقول لها تعرفوا ان اخوه الكبير هنا. في نفس الوقت اللي الرساله بتوصل فيه لهيروكي كان بيقاتل ساعتها الوحوش، وعدوه بيساله لو دي الرساله بيطلب منه انه يرد عليها لانها فرصته الاخيره عشان يسيب وصيته، بس هيروكي بيطمنه انه هيبلغ عن انتصاره بعدين. وبنشوف ناوكي وهو قاعد مع ايزا اللي بتقول له اكيد ملك الابطال مشغول دلوقتي عشان كده لسه ما ردش على الرساله، وبتعرف من النظام انه في مكان قريب جدا منهم، وبتسال نواكي لو المفروض يروحوا له. فنواكي بيتحمس جدا وبيشكرها مقدما، بعد كده بيطلب منها تاخده لهناك فورا. ولما بنروح على مكان القتال بنشوف قوه هاروكي وهي بتتصادم مع قوه الوحش الشرير، وهيروكي بيحاول يفضل صامد، وقائد وحش التنين بيقوله ان روحه مذهله فعلا، وبيرمي هيروكي على الارض. بعدها بينزل على الارض بالتنين وبيقرب من هيروكي وبيعترف له انه بطل فعلا. بنعرف ان الكائن ده اسمه آيل وهو ملك الشياطين من المستوى 63. زايل بيقول لهيروكي انه زي ما كان متوقع من الملك البطل قوته على قد لقبه بالفعل. وبنعرف ان هيروكي الملك البطل وصل للمستوى ال 65، وهيروكي بيستغرب من وجود لاعب بوظيفة ملك الشياطين، وبيشك ان الفئة دي من اللاعبين فئة مخفية وممكن تتسبب لهم في مشاكل، ده غير ان الشكل ده غالبا تنين آيل. الوحش ده بيحتاج لهزيمته الوصول للمستوى ال 58، وعشان كده آيل هزمه وخلاه تابع ليه. ولما بيفكر في الموضوع بيلاحظ ان في عدد من الوحوش لونهم اتحول للاسود الغامق، فبتساءل لو آيل هو اللي عمل كده. هيروكي بيطلب من آيل انه يوقف الفوضى اللي آيل بيعملها دي حالا علشان مش عاوز يقتله، بس آيل بيشوفه شخص مغرور وبيبص جنبه على باقي اللاعبين اللي بيترعبوا اول ما آيل بيبص عليهم. آيل بيهجم على اللاعبين دول بابتسامته الشريرة، وهيروكي بيصرخ فيه وبيقول له يوقف اللي بيعمله ده حالا، بس آيل بيمسك واحد منهم من وشه وبيستخدم معاه تقنية محرمة وهي بوابة الوحوش. هيروكي بيبص على اللي بيعمله في اللاعبين وهو مصدوم. آيل بيقول لهيروكي انه خلاص انتهى من صناعة جنود هنا، وساعتها هيروكي بيفهم هو ازاي قدر يصنع وحوش من الناس بسهولة كده، فبيهجم على آيل علشان يقتله، بس جنود آيل اللي صنعهم من البشر بيهاجموه هم كمان وبيحاولوا يقتلوا هيروكي اللي بينجح في مراوغتهم وبيهرب منهم. هيروكي بيوصل لآيل وبيسدد له ضربة قوية،
بتسبب له في جرح. ولما ايل بيلاقي نفسه بينزف بيصرخ في التنين بتاعه بيطلب منه انه يخلص على هيروكي، بس هيروكي بيضرب وحش التنين كمان قبل ما يتحرك وبيفاجئ ايل. بعدها بيسأله هو بيعمل كده ليه، بس ايل مش بيديله اجابة وبيسأله هو بيسأله ليه. ايل بيقول لهيروكي انه مش عاوز عالم اللعبة يتدمر ويتحول لعالم من غير اي امتيازات وحواجز ملهاش اي لازمة، وعايز الاقوياء يعيشوا بحرية كاقوياء، وعشان كده هو حابب العالم الحالي للعبة ده، غير انه مفيش حد هيعوز يدمر الحاجة اللي بيحبها. وبيبقى شايف ان هيروكي مش المفروض يعمل حاجة هو بيكرهها. هيروكي بيصرخ في ايل وبيسأله ايه الكويس في اللعبة دي اللي بتموت الناس حقيقيين، وهنا ايل بيقول له من الواضح كده ان عندهم اختلافات في الرأي، وبيسأله لو المفروض ياخدوا تصويت الأغلبية، وبيستدعي في اللحظة دي باقي الوحوش الشيطانية اللي مسيطر عليهم. هيروكي بيستجمع شجاعته وبيهاجم الوحوش دي بالرغم ان عدد الاستدعاءات بيبقى كبير جدا، وايل بيبقى واثق ان المستوى الاكيد مش هيبقى معترف بيه قصاد العدد الكبير ده من الاستدعاءات، بس بيبقى شاكك انه هيخسر مع انه شاف نقطة ضعف هيروكي ولو قدر يستغلها هينجح. هيروكي بيبقى محاصر بعدد كبير من الوحوش وعددهم بيبقى كبير جدا عليه، وبيتفاجئ ان ايل مش موجود فبيحاول يطارده بعد ما استغل الفرصة للهروب، وبيفضل يدور عليه وفجأة بيحس بحاجة غريبة. بنرجع من تاني لأيزا اللي بتاخد ناوكي لاخوها هيروكا وبتقوله انه على حسب المعلومات فمكان هيروكا المفروض يبقى هنا، وفجأة ناوكي بيشاور لها بعيد وبيقول لها ان في عدد من الوحوش مهزومين هناك، وفجأة ايل بيظهر في طريقهم هما كمان. وبعد شوية بنشوف ايل وهو بيضحك بسخرية وبيقول للملك البطل انه مثير للشفقة، وهيروكا بينزف وبيسأل اخوه ناوكي لو كان بخير. وفي اللحظة دي بنشوف ناوكي وهو مصدوم وشايف اخوه اللي ايد ايل بتخترق صدره. ناوكي ما بيقدرش ينطق وقتها من الصدمة، وايل بيسحب ايده من جسد اخوه اللي بينهار بعدها وبيقع على الارض، وبنشوف نقاط الحالة بتاعته بتوصل لصفر واخوه بيقع قصاده على الارض. وساعتها النظام بيبعت رسالة لأيزا بأن صديقها الملك البطل اتهزم في معركة ضد اللاعب ايل، وباقي اللاعبين بيتفاجئوا لما بيوصل لهم نفس الرسالة من النظام. وبنشوف هيروكي على الأرض وهو بيقول آخر كلماته لأخوه ناوكي وبيعتذر له، وعلى أرض الواقع بنشوف هيروكي في المستشفى ونبضه بيقف. ايل في اللحظة دي بيبتسم وبيقول إن أخيرا البطل وقع، وناوكي بيثور من الغضب وبيهجم على ايل بلكمة قوية، بس ايل بيتفاداها وبيسأله لو كان عارف الملك البطل قبل كده، وبيعزيه وبيرميه على الأرض وهو كمان بركلة قوية، وبيقول له انه هيبعته دلوقتي لهيروكي علشان يبقى معاه، وبيستدعي عدد من الوحوش عشان يخلصوا على ناوكي. ايل بيدور بعدها على ايزا علشان يقتلها وبيبص حواليه علشان يلاقيها، لكنه بيتفاجئ من اللي بيشوفه. مهارة روح اليأس بتتفعل لوحدها عند ناوكي، فايل بيأمر الوحوش انهم يخلصوا عليه فورا، بس ناوكي بيقتل الوحوش اللي بتهاجمه. ايل بيتعصب لما ناوكي بيقتل واحد من جنوده وبيأمر باقي المستدعين يخلصوا على ناوكي، وبالفعل بيحاصروه كلهم، لكن ناوكي بيبقى مركز جدا على الانتقام. بنشوف بعد كده جسد حد واطرافه مبتورة وبيبقى مستغرب من حالة جسمه. بنكتشف بعدها ان ده جسم ايل، وده بعد ما ناوكي قضى على جيشه وعليه بضربة واحدة. ايل بيسأل نفسه مين الراجل ده، وقبل ما يفكر بيلاقي ناوكي بيهاجمه، وهجمته بتبقى سريعة جدا وعلى وشك قتل ايل، لكن فجأة في حد بيستخدم تعويذة بيفتح بوابة، وناوكي بيلاقي نفسه عدى البوابة دي. وبنشوف ايزا وهي بتستخدم التعويذة علشان تخرج ناوكي من المكان ده، وناوكي بيتفاجئ وبيقول لنفسه انه لسه مخلصش على ايل. ناوكي بيشوف ايزا وبيسألها لو السحر ده كان منها، وبتقوله انه كان فاضل شوية صغيرين ويقضي عليه، بس ايزا بتهز راسها بالنفي وبتعرفوا ان الوقت عدى خلاص على فعالية مهارة اليأس، وايل هرب ومش هيعرفوا يلاقوه. ناوكي بينهار في اللحظة دي لانه منجحش في الانتقام لاخوه. في نفس الوقت ايل كان بيجري وهرب بسرعة، بعدها بيفتح شاشة النظام وبيعمل اتصال سريع وبيحاولوا يعرفوا ايه هي نوع القدرة دي، وبيفتكرها نوع من انواع الغش. ولما بيفتح نافذة الحالة بيعرف من الشخص اللي ايل متصل بيه ان دي اكيد مهارة روح اليأس، وبيعرف كمان انها مهارة دبابة مخفية. ولما ايل بيسأل المتصل هل عنده القدرة انه يبطل المهارة دي، المتصل بيعتذر له وبيعرفه انه ما يقدرش يتلاعب بمهارة اي شخص تاني، بس بيطمنه ان النهاردة المهارة دي ممكن يتم هزيمتها عادي لانه في النهاية مش خصم لا يقهر. ايل بيقول له معاك حق، وبيقول له انهم محتاجين يقضوا بسرعة على الناس دول اللي بيحاولوا يعطلوا النظام. بنرجع بالزمن من فترة بالتحديد حوالين القرية، بنشوف وحش عفريت صغير هو بيهاجم ناوكي واللي بيقاتل معاه، ولما اخوه هيروكي بيروح له ناوكي بيقول له ان الخصم ده قوي، بس هيروكي بيقول له لا وانه مش قوي ولا حاجة، وناوكي بيقول له انت اكيد بتعرف تهزم العفاريت بسهولة، ويطلب منه انه يروح ويجرب يقتله، وبيبقى شايف ان التعود على عناصر التحكم وتعلم طرق الهجوم صعبة جدا. فهيروكي بكل ثقة بيخرج السيف بتاعه وبحركة واحدة بيقسم الوحش لنصين،
بعد كده بينادي على اخوه الكبير علشان يروح وراه، وبيقول له انه على الاقل هيوصل معاه للنقطة اللي هيقدر فيها انه يساعده. ولما بنرجع للوقت الحالي في نفس المكان بنشوف نواكي وهو قاعد تحت الشجرة، وايزا بتروح له وبتشوفه وهو قاعد لوحده زعلان، فبتحاول تتكلم معاه وبتقول له ان عدى عليهم اسبوع من وقت الحادث، وبتسأله لو كان بخير. فبيمسك نواكي قطعة قماش اللي اتقطعت من ملابس هيروكا وبيبص لها وهو بيقول لأيزا ان ده كله كان غلطته هو، وبيلوم نفسه عشان ادى لاخوه اللعبة، وبيشوف انه كان لازم يرفع مستواه اكتر من كده بدل ما يستخدم قدرة التحمل الخارق علشان يساعد الاخرين. لكن للاسف لما كان محتاجها ما قدرش يستخدمها، ووقف في مكانه بس بيتفرج على اخوه بيموت.